كشف الفنان السوري عبد الرحمن فواز الملقب بالشامي في أحد برامج البودكاست اللبنانية عن رغبته في الاختفاء والتوقف لفترة عن الغناء، حيث قال: أنا بحاجة لثقافات جديدة وأشياء جديدة ومعلومات جديدة لأرجع صيغة بأغانيي، فطلبت من الشركة إنه أنا بحاجة لبريك، أنا بدي أختفي. وحول ما إذا كان يخاف أن ينساه الجمهور بعد الاختفاء، أجاب الشامي: أعتقد أنني تركت بصمة كافية، قصتي أكبر بكثير من مجرد فنان. أعتقد بعد عزلة فنية دامت سنوات على سوريا، أنا شاب كسر ذلك، وقفت على مسرح للتكريم وذكرت اسم بلدي، ولذا لن ينسوني بسهولة أبدا. قرار الشامي بالتوقف عن الغناء والاختفاء أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور، وتعددت الآراء. فالرأي الأول اعتبر أن الشامي لم يخطئ، مؤكدين أنه حقق بصمة مميزة في مجال الغناء ومن حقه أخذ قسط من الراحة، بينما رأى الرأي الثاني أن الشامي قد أصابه الغرور، مشيرين إلى أنه لا يملك سوى 5 أغنيات فقط، مما يجعل هذا القرار مبالغا فيه. أما الرأي الثالث فكانت ردود الفعل ساخرة، مطالبين الفنان الشاب بعدم العزوف عن قراره. وجدير بالذكر أن الشامي تصدر لأول مرة في تاريخ الوطن العربي منصة بيلبورد عربية كأول فنان شاب ضمن قائمة أفضل 100 فنان، كما أزاح الشامي الفنانة شيرين عبد الوهاب من الصدارة بعد أن حافظت عليها لمدة 25 أسبوعا متتاليا.